البارئة لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجع، ويشغل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، سافر إلى أمريكا الذي يلعب فيها المنتخب المغربي الذي هو مسؤول عنه. فين الغرابة؟ رغم أنه يعني ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عبارة عن بارون مخدرات. ويلي يا ريت فوزي القجع يشوف هذا اللايف يا أخي، إذا عنده وقت شغل ولا وليلة ليلة لا يستحون أبدا. ستسمعونه الآن يقول كلاما لو هو يمني أقسم لكم بالله وبيدي أسحب منه الجنسية، ولو لي عليه سلطة ما يدخل أي استوديو من استوديوهات الله. هذا من نوعية ابن الجلفة خريج الهامل، هو من نوعيتهم، لا حياء ولا دين ولا أخلاق ولا وازع ديني ولا وازع عروبي ولا وازع أمازيغي ولا وازع إنساني ولا حاجة، ولا حتى واحد منهم ينصح الآخر يقول له يا أخي والله يا أخواني في كل مكان، وهذا سبب فشلهم بل وسبب هلاكهم، وسيهلكون بسبب هذا المشكلة إنهم لا يتناهون عن منكر. يا أخي ما حد يقول للثاني يحشم، يا أخي ما حد يقول للثاني يا أخي فضحتنا. هذول كلهم هذا الخرطات وهذا الفضيحة الإعلامية التي تحولوا إلى محللين عسكريين، ما حد بيقول لهم الله يلعن الاستديوهات اللي عندكم، حشمتونا بهدلتونا مرمطونا بين الناس، ما فيش ولو. انظروا فقط يا أخواني، أولا وجوهكم أغنعة بالغة المرونة، صفق إبليس لها وباع لحظة. وجوهكم قاسحة من عندي هذه قاسحة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رونة، صفق إبليس لها وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. عندما الإنسان يفقد الحياة، عندما البني آدم قد متجرد من أي حتى 1% من الحياة ومن الخجل، فاصنع ما شئت. صدق رسول الله. احنا دحين نستغرب كيف يكذبون يا جماعة، لماذا يكذبون بهذه الوقاحة يا جماعة، لماذا؟ واللي شفتوا الخرطات حقهم هذاك مسدور، تذكروا مسدور اللي يركب على التمساح وقال له اهدأ إني أبلغك سلام التماسيح في الجزائر، قال فهدأ التمساح. تذكروا اللي قال طارت بهم ظل حجر الطائرة، تذكروا اللي قال الجزائر القرآن لماذا يكذبون بحرية كما قلت لكم؟ لأنه ما عاد فيش حمرة الخجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. طيبوا المجالس بذكر الله لأنه لا عفنوا لنا المجالس، لا بارك الله فيهم. شوفوا قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا جرد الوجه من الحياء ومن الخجل يستطيع أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، لأنه ما الذي سيدفع؟ أنا يدفعني الحياء في الدين، الحياء في الخلق، الحياء من الناس، الحياء من أصدقائي، الحياء من عائلتي، الحياء من المواطنين ديالي. إذا أنا تجردت من الحياء برمته، الحياء من الله، الحياء من نفسي، الحياء من عائلتي، الحياء من الناس، خلاص ما الذي سيردعك؟ انتهى الموضوع بالنسبة لك، مرفوع عنك القلم، تقول ما تشاء. هذا أفرز حالة نفسية من فوزي الأقجع، وهذا فوزي الأقجع والملك محمد السادس. أنا أعتقد أنه إذا لهم ذنوب في هذه الدنيا سيقابلون الله سبحانه وتعالى وما عاد فيش عليهم ذنوب، يجوا يلاقوا حسنات هؤلاء القوم من كثر ما يسبون. انظروا هذا، الناس يتكلموا على هزيمة الأرجنتين ومباراة الأرجنتين وكأس العالم والمباريات، وهو شد لك في فوزي الأقجع بكلام يا أخوان أقل ما يقال عنه أنه زنقاوي شوارعي قهوجي، كلام سخيف، كلام بايخ، كلام تحس أن هؤلاء تربية بيوت غير سوية إطلاقا. خريج الهامل وابن الجلفة وهذا، والمشكلة أن اللقب دياله العاقل، هذا العاقل فيهم اسمه مدري من، فوزي العاقل، ايش اسمه يا جماعة؟ وليد الرقراقي. لا استغفر الله العظيم اسمح لنا وليد الرقراقي الأخ وليد الرقراقي اسمح لنا، حاشاك لا وليد العاقل، اسمه وليد العاقل. هذا العاقل فيهم لا ملة ولا دين ولا أسرة تحكم
ولا مجتمع يقول لهم عيب وحشومة، ولا. يا أخي تائهون في هذه الأرض بشكل مو طبيعي. هؤلاء هم سبب هزيمة المنتخب الجزائري أمام ميسي، هم انهزموا أمام ميسي. اسمعوا ماذا يقول: وأستسمح، وهذا تعظيم سلام وصلوه، الله يرحم لكم الوالدين، إخواننا في المغرب أو الذين في أمريكا وتشاهدوا هذه، أبلغوا الأخ فوزي لقجع أولا سلامي وتحياتي، وأستسمحه عذرا أني أستعرض هذا الكلام الذي سيقال عنه، ولو أنني متأكد أنه الأخ فوزي لقجع سيسمع هذا ويضحك، والله ما ليس أمامه إلا أن يضحك ويقول سلاما، لا نبتغي الجاهلين، ما نقدر ندير والو. سلموا له على فوزي لقجع، سلموه، قولوا له رفقا بالطوابير. قولوا للأخ فوزي لقجع يا أخواننا المغاربة، الذي يعرف فوزي لقجع ولا له تواصل معه من أي جهة حكومية، أسألكم بالله هذه أمانة في أعناقكم توصلوها له، قولوا له الله يرحم الأبوين اللي أنجبوك واللي ربوك، ورفقا بالطوابير، ورفقا بالقراقير، ورفقا بالعالم الآخر. أنت أصبحت ظاهرة، عندهم ظاهرة مرضية، مصيبة، يحلمون إما بك وإما بالملك محمد السادس شفاه الله وعافاه. ونحيي في الأخ فوزي لقجع التعالي والتسامي على أنه ما ينزلوش إلى مستوى هؤلاء الناس، هذه أنا شهادة لله، الرجل عنده أخلاق الملوك، أخلاق الملوك حقيقة. تبلغوا تحياتي وتبلغوا سلامي وتبلغوا اعتذاري أنني سأمرر هذا الكلام للعاقل الوحيد في الجزائر، وليد العاقل الوحيد في الجزائر. سمعوا. كي تشوف نتايا يعني السفريه غير البريئه لرئيس الاتحاد المغربي لكره القدم فوزي لقجع، اتفاقي سفريه غير بريئه، ما الغريب في السفريه هذه يا جماعه؟ انا بس مثلا الان بالعقل والمنطق اكلمكم انتم، لا اكلم انا، لا اكلم العاقل، انا اكلم العقلاء الاخرين. سفريه غير بريئه لفوزي لقجع الى امريكا، بالله عليكم اين الريبه في الموضوع؟ ولماذا الاخ اعتبرها غير بريئه؟ واحد منتخبه المغربي يلعب في أمريكا، وهو على رأس أولويات الرياضة داخل المغرب، ويشغل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، سافر إلى أمريكا الذي يلعب فيها المنتخب المغربي الذي هو مسؤول عنه. فين الغرابة؟ وين الغرابة؟ ليش غير بريئة؟ المرض، قد قلنا لفوزي لقجع أنت أصبحت حالة مرضية عند القوم. شوفوا لقجع ما يدر بيا، تبرع كي يزدني كي باقي لقجع يقضي علي ويرتاح مني. أكملها. شوفوا لقجع ما يدر بيا، تبرع كي يزدني كي باقي لقجع يقضي علي ويرتاح مني، ويرتاح مني، ويرتاح مني في مرة واحدة. قال لك فوزي لقجع سفره إلى أمريكا غير بريء. ليش حد قال لك فوزي لقجع من موزمبيق، ولا حد قال لك فوزي لقجع من ساحل العاج، ولا من السنغال؟ فوزي لقجع مواطن مغربي يشغل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، ذهب ليشارك مع المنتخب بلاده في كأس العالم. وين الغرابة أيها الغريب؟ اسمعوا كملوا. رغم أنه يعني ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. لا يا روح أمك، من منعه؟ ممكن تعطونا دليل على أنه ممنوع؟ ومن قال لكم أنه ممنوع؟ شوفوا يا أخواني الفظاظة في الكذب، يا أخوان شوفوا الجرأة على الكذب. قد طلع الأخ فوزي لقجع أنه ممنوع من السفر على أمريكا. لو الآن واحد مهني جزائري يتصل بهذا، ولا يتصل بالقناة الجزائر، هذا الجزائر أو فبراير، من أين أخذتوا أنه فوزي لقجع ممنوع من دخول أمريكا؟ ممكن تعطونا القرار، ولا ممكن تعطونا كذا، ولا من ضحك عليكم وقال لكم ولا هذا من كيسهم، من كيسه. المهم يطلع لك في الاستوديو قدامه كاميرا وهو العاقل وعنده مذيع يهز راسه هكذا، يهز لها راسه واخرط لك، اخرط وين حبيت، مثل ما قال بو تفليقه، اخرط وين بغيتي، حدا يقول لك شيء. قال لك فوزي لقجع ممنوع من دخول امريكا، ولا هو ممنوع ولا حد منعه، ولو كان ممنوعا لماذا دخل؟ اذا كان ممنوعا على اي اساس دخل
لأنه في كولسة. هذه مقدمات للحديث على كولسة باللغة الأمريكية بالإنجليزي. فوزي الأقجع كان يكولس بالفرنسي مع الاتحاد الأفريقي، دابا سيكولس بالإنجليزي. كولسكم بالعربي، كولسكم بالأفريقي، كولسكم بكولسكم بالفرنسي. لذا أنتم قسما بالله إذا كان فوزي الأقجع كولسكم بجميع اللغات، ماذا أنتم؟ لماذا ما زلتم على قيد الحياة؟ لماذا ما زلتم تظهرون؟ لماذا ما زلتم تذكرون اسمه أصلا؟ أيوة، لأنه عبارة عن بارون مخدرات. الله ويلي ليلة 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 يا ليلة ليه. اسمحنا فوزي الأقجع، خلينا نغني الله يرحم لك الوالدين يا أخي. يا ربي فوزي الأقجع يشوف هذا المشهد. ويلي يا ريت فوزي الأقجع يشوف هذا اللايف يا أخي، إذا عنده وقت شغل ولا. وليلة ليلة 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 يا ليلة ويلي والكائنات الحية. يا عيبا والتائهون في الأرض، يا عيبا من قلة الحياة، يا عيبا من الوجوه القاسحة التي ما فيها حياة. ابن تبون دي قد مسكوه متلبس وهو بارون. لا لا لا، تعالوا شوفوا فوزي الأقجع هذا وهو يهرب المخدرات، حتى مهرب مخدرات فاشل. إذا هو بموازينهم مهرب بارون والله فاشل. اسمعوا مجرم هذا، يعني راهو حتى في اسمه. والمذيع أنا مستغرب المذيع على الأصلع هذا ليش بيهز راسه. والله لو أنت من هذيك اللي يهزوا اللبن كان خرجنا منها زبدة ولا خرجنا منها، لكن أنت قاعد تهز راسك عليش؟ على ماذا يهز راسه هذا الأصلع؟ البس لك يا أخي كسكيته بسد العورة هذه التي قاعد تهزها قدام الناس، البس لك كسكيته مثلي، البس لك. لا بارك الله فيك أنت والدنيا هذه اللي أنت فيها. صحيح يا صدق. ايش هذا الكائنات يا صاحبي؟ انا خلي هذا وليد العاقل، وانا في المذيع ليش بيهز راسه؟ لماذا يهز راسه ويقول هذا فوزي الأقجع المجرم ويهرب المخدرات؟ شوفوا بس فوزي الأقجع كيف اخذ كم حجم المخدرات اللي هربها فوزي الأقجع، وفوق ايش حملها، فوق ايش شالها. اسمعوا. فوزي الأقجع اسمه ورد حتى في قضية إسكوبار الصحراء. إسكوبار طرده من أمريكا، زيارته إلى أمريكا مريبة، اسمه ورد في أخرط فقد خرطت من قبلك الأمم. ألف وقعد يخرط لك أخي. والإخوة يكذبون كما يتنفسون، والله لا يكذبون كما يتنفسون. استغفر الله العظيم، وقاحة وقلة حياة ما بعدها قلة حياة. اسمعوا النكتة. ورانا نشوفه. سمعت اسبانيا شحال حكموا 4 أطنان. شوف فوزي الأقجع هرب 4 طن، يمكن مخدات يا صاحبي مش مخدرات. الله يهديك يا أخي، مين اللي عنده 4 طن مخدرات يا صاحبي؟ والله لو تجمع اللي في الجزائر كلهن ما يجيش 4 طن، وانتم من أكبر الشعب استيرادا واستهلاكا لهذا الأمر. 4 طن يا أخي، الناس يتكلموا بالكيلو بالربع الكيلو. 4 طن انت قاعد تحمل لك تراب من غار جبيلات ولا ايش؟ 4 طن 4 طن مخدرات. الناس يتكلموا ويقول لك تم القبض على شحنة كبيرة من المخدرات تقدر ب7 كيلو. 7 كيلو هذه هم يشموا بس يطرحوها هنا هكذا. قال اخينا من كثر الخرطة اللي خرطها على فوزي الأقجع قال لك 4 أطنان. يمكن مخدات. إذا فوزي الأقجع اشتغل في المفروشات يمكن كان يصدر مخدات ولا حاجة. طيب في ماذا؟ كيف شال 4 طن هذه؟ كيف هربها؟ خلونا نشوف. يعني في زورق وتشوف هذوك في زورق. يعني طيب تخيلوا أنتم 4 طن من المخدرات كحجمها بيكون بحجم بيت. تتخيلوا 4 طن من الطحين مثلا، 4 طن من الطحين أو من الملح، بالله عليك هذيك تحمل في زورق؟ رقم يا أخي، رقم فقد رقمنت من قبلك التبابين. رقم 4 طن 4 طن صافي. أيوة المخدات اسمها مخدات. اسمحوا لي أنا آسف يا أخينا المدير. صحيح المفروض ما نذكرش اسم المخدات بزاف. مخدات هي مخدات. فوزي الأقجع كان يهرب مخدات، ما قدرش حتى ينسج الكذبة بشكل سليم. 4 طن من المخدات يشيلها فوق زورق. تعرف ما هو الزورق؟ أنت تعرف ما هو الزورق يا أخينا؟
يا العاقل تعرف ما هو الزورق؟ الزورق هذاك اللي يركبوا فيه 3 4 هذيك اللي يعملوا بها كذا. ومن أي حين ما لقيت ماذا تقول على فوزي الأقجاع؟ ما عاد تركت ما تقول عنه. هذا دليل على إفلاس وعجز أمام الرجل. هذه الظاهرة التي ترونها مع فوزي الأقجع دليل على أن القوم قد وصلوا إلى مرحلة يا أخوان من الإفلاس الكامل والعجز المطلق أمام الرجل. الرجل أعجزهم، الرجل فضحهم بدون ما يذكرهم، فضحهم بالإنجازات وبالنجاحات. بدأوا مهرب مخدرات، ممنوع من دخول أمريكا، اسكوبار الصحراء، بيهرب مخدات، بيجي. أليس فيكم رجل رشيد أيتها القوة الضاربة؟ 40 مليون بني آدم ما لقينا واحد يقول لكم حشمتوا الله لا بارك لكم. أيوة، خانات ديقلاب يخدموا فيهم اكتشفتهم السلطات الأمنية الإسبانية مؤخرا. إسبانيا اكتشفت الإقجاع، وأمريكا منعت الإقجاع، وسكوبر الصحراء ذكر الإقجاع، والإقجاع معاه 4 طن وكذا. شوفوا كم خرطات في دقيقة، خرطات عابرة للقارات في دقيقة واحدة. هذه الكذبات كلها في دقيقة واحدة، خرطها دفعة واحدة. رمتني بدائها وانسلت، وهذا الشغلات شغلتكم وشغلة ابن تبون، انتم تعرفوه. ايوه، هذا فوزي الأقجع مجرد يعني انسان تاع مخدرات وامور اخرى. تشوف يعني كاين شوفوا طريقة الكلام اصلا ماهوش مجمع ولا مرتب افكاره. اللي بيجي بيطلعه، اللي يجود به ويطلعه. اي حاجه ممكن لصقها في فوزي الأقجع. حتى ثقب الأوزون ممكن يقول هو السبب فوزي الأقجع، والاحتباس الحراري هو فوزي الأقجع، حتى الزلزال اللي حصل في الحوض هو بسبب فوزي الأقجع. أي حاجة بتجي بيطلعوها. سبحان الله يا جماعة، كل البشرية اللسان متصل بالعقل، اللسان حاسة النطق متصلة بالعقل. كلنا شوفوا ده أنا أتكلم معاكم في اللايف، عقلي يعمل بسرعة قد أنا أدري أبرمج الكلام في راسي ثم أقوله مباشرة. لاحظوا أنا أفكاري مرتبة ولا مش مرتبة؟ لأنه العقل هناك اتصال ما بين عقلي ولساني، ما بين أفكاري التي أنا أرتبها كي أتحدث معكم، وما بين الكلام الذي سيخرج مني. قبل ما أنا أخرج الكلام قد أنا داري ماذا أقول أصلا. حتى إذا تشوشعت أمسك بريك في أول لفة أمسك بريك. هذا القوم هذا مفصول عن هذا زائدة دودية المفروض يزال. هذا زائدة دودية في الإنسان، في الإخوة هذولا، في هذا الكائنات زائدة دودية ينبغي أن تستأصل، لأنه ما فيش لها داعي أصلا. تسمم وممكن تنفجر وتتسمم، مثل هذا التسمم اللي بيقول. خرط على فوزي الأقجع 6 خرطات في دقيقة واحدة، وكلهن كذب، ولا واحدة صح، ولا حتى خجل، ولا حتى شوية تمعر وجهه ولا حاجة. وينه؟ وما زال في الكرسي وما زال على قيد الحياة. ما مش عارف يا أخي. تدخل من أطراف وقدر يعني يروح شفناه الأمس في المباراة. تاع جميعنا رفقة هذاك تاع البرويطة تاعهم هذاك هلال ولا اسمه. شكرا يا مونياتي. أنا فكرت أنه بعد ما دام هلال ناصر بوريطة والأقجع، هذا الثلاثي أخطر من ثلاثي ميسي. يلا العظيم إن في المغرب ثلاثي. إذا ميسي خرط الجزائر خرطة واحدة، في ثلاثي مغربي قاعد يخرط الجزائر منذ عشرات السنين، ويخرط الجزائر في الذهاب والإياب. فوزي الأقجع، ناصر بوريطة، عمر هلال. هذا الثلاثي 1 2 3 صار له ينتهي